تعرف إنه برلين كانت مدينة مدمرة تقريباً بالكامل، واليوم صارت من أكثر المدن في أوروبا فيها حياة؟ خليني أحكي لك القصة. نهاية الحرب العالمية الثانية، برلين كانت شبه مدمرة بالكامل، بيوت، شوارع، مصانع، كل شيء تقريباً كان رايح. وبعد الحرب، برلين ما رجعت مدينة واحدة، انقسمت قسمين، شرق وغرب، نفس الشارع، بس عالمين مختلفين تماماً، قوانين، حياة، وحتى تفكير غير. وبالنص، بنو جدار خلى برلين مو مدينة واحدة، المدينة صارت اتجاهين، وكل جهة عايشة يومها بشكل مختلف. اليوم إذا تمشي ببرلين، ما بتحس بثقل الماضي، بس بتحس إنه المدينة إلها شخصية خاصة. تمشي بألكسندر بلاتس تشوف حركة وزحمة، تحس الحياة أبسط وأقرب. كل حي ببرلين له جو مختلف. الناس ببرلين بتحب تعيش على راحتها، كافيهات، مشي، دراجات، وكل واحد عايش بطريقته. المدينة ما بتحاول تكون مثالية، بس بتتركك تكون على طبيعتك. برلين مو مدينة عادية، مدينة مرت بحرب وانقسام وبعدها رجعت تجمع حالها من جديد. بنو جدار خلى برلين مو مدينة واحدة، صارت قسمين، وكل قسم عايش يومه بطريقة مختلفة. وب 1989 الجدار وقع وبرلين تغيرت للأبد. بعد ما حكينا لكم عن ميونخ، هل العاصمة برلين أسهل؟ خليك معنا واحكم بنفسك.